بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناة الجماهير والكورة، ويا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة. ولو أول مرة بتشوفنا فضلا وليس أمرا اشترك بالقناة وفعل زر الجرس ولايكك الجميل، ويلا بينا عشان خاطر نبدأ الحلقة بتاعتنا. أخيرا انتهت صفقة اللاعب الكبير الجوكر عمر كمال عبد الواحد قادما من نادي مودرن فيوتشر. طبعا اللاعب كلنا عارفين اللي هو المفروض كان هينضم للنادي الأهلي الموسم الماضي، لكن تعنت إدارة نادي فيوتشر هي اللي وافقت اللي أوقفت الصفقة بعد تملك المالك الجديد لنادي مودرن فيوتشر الأستاذ وليد دعبس. وافق على انتقال اللاعب عمر كمال عبد الواحد قادما من نادي الأهلي، وقال لكل الناس ان النادي الاهلي وقف جنبينا اول ما صعدنا من دوري الدرجة التانية وليه فضل عينينا، فما فيش مشكلة ان هم ياخدوا لعيب زي عمر كمال عبد واحد. ياما هم ولونا بلعيبة كتير وخلونا نقف على رجلينا ونقف في الدوري. وتفاصيل الصفقة: اللاعب وقع النادي الاهلي على عقد يمتد لمدة 3 سنوات ونصف ابتداء من الانتقالات الشتوية في يناير. اللاعب أول موسم هيحصل على 17 مليون جنيه، وثاني موسم هيحصل على 18 مليون جنيه، وثالث موسم هيحصل على 20 مليون جنيه. واللعيب بيتعامل لعيب من لاعبين الفئة الأولى. عمر كمان عبد الواحد لعيب كبير وهيقدر اللي هو يلعب في مراكز كتير في الملعب وبيجدها وهيفيد الفريق جدا. عاوزكم تشاركوني رأيكم في التعليقات. صفقة عمر كمال عبد الواحد هل هي مفيدة للنادي الأهلي ولا لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.